ازاي تختار الكمبيوتر المناسب للمونتاج؟ انا محمد، فيديو اديتور وصانع محتوى. حضر ورقه وقلم وتعال ورايا. في البدايه عايز اعمل تنويه بسيط. انت مش لازم خالص تتعلم بكمبيوتر، ممكن تبدا بالتليفون بتاعك وهتطلع بيه شغل احترافي جدا جدا. وفي برامج كتير ممكن تساعدك على ده زي VN وكاب كات. دول احسن برنامجين متوفرين حاليا، ولو عايزين فيديو عنهم اكتبوا لنا تحت في الكومنتات. وندخل في موضوع فيديو النهارده. اول حاجه لازم تبقى عارف الكمبيوتر بيتكون من ايه. بيتكون من الكيس والمذر بورد، بعد كده CPU وده بيكون المعالج، وبعد كده GPU وده بيكون كارت الشاشه، وبعد كده مساحه التخزين ودي بتكون MSSD او هارد HDD. طيب يا جماعه، في عندنا هنا غلطه بسيطه بس، احنا نسينا هنا نذكر الرام. الرام عنصر مهم جدا من تكوين الكمبيوتر اللي هو ده. اول حاجه لازم تعرفوا برامج المونتاج بتشتغل ازاي. برنامج مثلا زي ادوبي بريمير برو بيعتمد في الاول على المعالج وبعدين كارت الشاشه وبعدين الرامات. يبقى المعالج، كارت الشاشه، الرامات، دول اهم 3 حاجات. دلوقتي انا هقول لكم على المواصفات اللي ممكن تبدا بيها. اول حاجه المعالج. اول حاجه لو خدنا معالجات من شركه انتل، اول معالج اللي نبدا بيه وهو i5 الجيل العاشر. طبعا احنا لو بدانا بحاجه اقل من كده البرنامج ممكن يشتغل عادي، ولكن مش هيبقى ماشي مع متطلبات سوق العمل اللي في الوقت الحالي. ولو خدنا معالجات من شركه تانية زي شركه رايزن، هقول لكم دلوقتي على معالج شغال تمام جدا وهو المعالج الشخصي بتاعي رايزن 5 3600. ده المعالج الشخصي بتاعي. المعالج شغال معايا تمام جدا جدا في الاداء الفعلي، ولكن ما تستناش منه اداء فئه عليا لان ده في الاول وفي الاخر معالج اقتصادي. تاني حاجه كارت الشاشه. عندنا هنا خيارين، خيار من AMD وخيار من نيفيديا. AMD انا ما اقدرش اديك فيها عقد نافع لان انا ما جربتهاش، ولكن انا جربت شركه نيفيديا وهقول لكم دلوقتي على احسن كارت ممكن تبدا بيه في الشركه دي، وهو ال 2060 سوبر. ده احسن كارت في فئته السعريه، والكارت ده فعلا هيشغل لك برامج المونتاج كويس. ولكن لو تعرف تعلى بالميزانيه شويه ممكن نجيب ال 3060، ده افضل وهيديك كمان مميزات في الجيمنج. ولكن ما تغلطش غلطتي وتجيب الكارت ده RTX 3050، لان بسعره انت ممكن تجيب كارت ال 2060 سوبر وهيبقى احسن منه بفرق كبير، ولكن هتخسر شويه مميزات في الجيمنج. دلوقتي بقى نيجي للرامات. اول حاجه تبدا بيها وهي 16 جيجا رامات من نوع DDR4. ما ينفعش تبدا بحاجه اقل من كده لان صدقني برامج المونتاج هتشتغل معاك ولكن مش هتديك احسن اداء. ال 16 جيجا رام ده ممكن تبدا بيه، ويستحسن كمان تعلي عن كده وتوصل ل 32 جيجا رام، لان احنا مثلا لو قلنا عن ال 16 جيجا رام وجبنا ال8 فالكمبيوتر في اغلب الاحيان هيوصل لعنق الزجاجه بسبب الرامات. دلوقتي احنا خلصنا اهم اجزاء في الكمبيوتر، دلوقتي هقول لك على باقي القطع ونبدا بالكيس. كيس الكمبيوتر ممكن تجيب حرفيا اي حاجه تبدا بيها، ممكن تجيب حاجه اقتصاديه تبدا بيها وبعد كده لما تشتغل شويه ممكن تطور وتجيب حاجه احسن. بالنسبه بقى للمذر بورد، فهنا انت بتشوف القطعه اللي انت مستخدمها في الكمبيوتر. يعني مثلا لو جايب بروسيسور من شركه انتل فبتجيب مذر بورد داعمه للبروسيسور بتاع شركه انتل، ولو جايب بروسيسور من شركه AMD فبتجيب مذر بورد داعمه للمعالجات بتاعه AMD. وانا رشح لك البي 450، هتكون اختيار كويس كبدايه يعني. واخر حاجه في فيديو النهارده وهي مساحه التخزين. ممكن تجيب SSD 256 جيجا مثلا كبدايه، ممكن تجيب معاه هارد HDD 500 جيجا تخزن عليه شغلك وملفاتك. وبس يا صاحبي، دلوقتي انت تعرف تختار الكمبيوتر المناسب ليك. ولو انت وصلت لحد هنا عرفني في الكومنتات. لو عندكم اي سؤال برضو اكتبوه. كان معاكم محمد الشيخ، سلام. رايزن 5 3600. رايزن 5 3600. لا، رايزن 5 3600. ما هو اسمه رايزن 5 3600. انا بس حاسس ان محدش يفهم عنق الزجاجه دي. حلوه يا عم، حلوه. انا فهمت. والمصحف فيه صوت طالع من هنا. يا عم ماسكه بقى عبدين بقى.